السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض الزيتون الكلاماتا او الدولسي. ليه مسميات كتير قوي، وكنت عملته معاكم في فيديو كويس قوي وكان جايب مشاهدات حلوه قوي ومشاهدات عاليه على القناه. النهارده هنعمله السنه دي، ده الموسم بتاعه وهنعمله. وعدتكم ان انا هعمل لكم الزيتون وقدامكم تاني بطريقه حلوه. انا بقى بجيب الزيتون كده، الزيتون ده الموسم بتاعه دلوقتي. هنستبعد الزيتونة اللي تلاقيها لونها غامق كده او تلاقيها يعني دبلانة قوي، او فيها طرية، او فيها قطع غامقة، شايفين زي كده بالظبط كده. هنستبعد كل ده كده على جنب. وهنغسل الزيتون، هنغسله غسلة كويسة جدا بالمية، لان طبعا بيكون دي حاجات على الشجر ولازم بتكون متوسخ وكده. فهنبدأ ان احنا هنغسله، وهتشوفيه كده باللمعة كده زي ما انت شايفاها كده. وهنبدأ بقى نشوف الخطوة اللي جاية هنعمل فيها ايه. لازم اقلب في الزيتون كويس قوي واستبعد فيه اي حاجة تكون فيها، بصوا زي كده. برضو كل ده بستبعده، انا بوريكم حاجات كده كتير، كل ده بستبعده. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب آه، كاتل مليان مية سخنة، مية سخنة بتغلي. وهنبدأ ان احنا نحطه على الزيتون كده زي ما انتوا شايفين. شايفين الأبخرة، بخار المية طالع يعني لسه سخن مولع. هنسيبه كده في المية دي لمدة 3 ايام. 3 ايام. بصوا المية ما استحملتهاش لان طبعا مية سخنة جدا. هجيب كده زي طبق كده تقل يعني، وحط عليه. هو الزيتون مش بيطفو على الوش قوي، بس ايه يعني برضو ايه عايزينه يبقى ايه مغمور كله في المية السخنة. هسيبه في المية دي 3 ايام. 3 ايام كده يعني. آه، لو انتي المطبخ عندك سخن او كده هيبدأ ممكن كل يوم تغيري له المية، مفيش مشكلة. تمام. بس بعد كده بعد الثلاث ايام ممكن بقى ايه انا اجيبه. هو كده ممكن تحطي عليه حاجة تقيلة، بس انا لكن انا هو عادي مش هيدفع على الوش. ده الزيتون تاني، في نوع منه اسود خالص، برضو هعمله معاكم في فيديو تاني بطريقة مختلفة. زيتون اسود هنزله لكم الفيديو اللي جاي. لكن خلينا في الزيتون ده. بعد الثلاث ايام نرجع نشوف شكله. كده رجعت لكم بعد الثلاث ايام. بصوا شايفين شكل الزيتون بقى عامل ازاي؟ بصوا لونه لونه بقى ازاي واتغير ازاي. بقى شكله شبه الزيتون الى حد ما اللي بنشوفه في المحلات. بصفيه من المية. والمرحلة اللي جاية هنشوف بقى هنعمل ايه. شايفين الزيتونة اللي كانت لونها اسود خالص بقت لونها عامل ازاي؟ ده شكل الزيتون الدولسي او الكلامات زي ما ناس بتسميه، بس هو في الغالب اسمه زيتون دولسي. بيبقى نصه اخضر ونصه كده لون موف كده، وفي منه اسود خالص. وهنشوف بقى ايه المرحله الجايه. المرحله اللي جايه اسمها مرحله الكبس. الكبس الزيتون بحط كمية من الملح، كمية محترمة. ولازم الزيتون يكون في مصفى زي ما انت شايفة كده. وهبدأ اقلب، بحط شوية بشوية وببدأ اقلب. مش بحط الملح كله مرة واحدة عشان يبدأ يغلف الزيتون كله. انا عايزة كمية الزيتون كلها متغلفة بالملح. هو تقريبا اخد معايا يعني حوالي نص كيس ملح يعني، او كيس ملح صغير. او نقول مثلا بالمعيار حوالي كوباية الا ربع من الملح. ده كيلو من الزيتون. تمام. هبدأ كده بقلبه كويس قوي اهو. الزيتون تقريبا استوى بنسبة 50%. تمام. هبدأ اقلب كويس قوي. المرحلة اللي جاية لازم كله طبعا زي ما انتم شايفين الملح بيغلفه كويس قوي. واقلبه كده عشان اتأكد ان كل الملح متغلف في كل الزيتون. المرحلة اللي بعد كده هنجيب تحت طبق، وهنحط المصفى دي فيه. وهنبدأ نجيب تقل كده يعني طبق تاني نغطي بيه الزيتون، بحيث ان انا بعمل زي عملية تقل على الزيتون، ان انا بخلي المية كلها تتعصر منه. تمام. انا لسه هنا برضو بتأكد ان الملح كله غلي في الزيتون. وجبت الطبق اهو حطيته على الزيتون. وهبدأ اجيب اي حاجة تقيلة احطها عليه. تمام. يعني ممكن يكون اي حاجة تقيلة عندك، علبة سمنة. لازم المرحلة دي يكون في طبق تحت والمصفى مرفوعة عن الطبق، علشان هنبدأ ان هو هينزل كل المية. الملح هيخليه
بيمتص كل المية اللي فيه، وهيخليه ينزل كل المية والمرار اللي في الزيتون. هيسرع، احنا بنسرع عملية التسوية، بنسرع عملية تسوية الزيتون، وبننزع المرارة منه بالملح. انا هنا جبت تقل كده عبارة عن طبق اللي كان فيه حوالي الزيتون اللي كنت بعمله الاسود التاني، وهنزله لكم زي ما قلت لكم في الفيديو اللي جاي. اهو شايفين بسيبه كده حوالي 3 ايام. بعد ال3 ايام شايفين شكله عامل ازاي، ودي المية اللي نزلت منه. انا مرضتش ارميها عشان اوريها لكم. ادي شكل الزيتون بعد ما فات 3 ايام تاني. يعني بمعنى اصح انا سيبته 3 ايام منقوع في ميه، و3 ايام متغلف بالملح. هو كده الزيتون اهو، شايفين الملح حتى راح، والزيتون طلع كميه زيت الزيتون اللي جواه، والزيتونه بقت تلمع ومتزفلطه كده. هبدأ كده خلاص، انا هاخد الزيتون ده كده واغسله بالمية علشان الملح اللي فيه كله ينزل. هي دي مرحلة الكبس، بتخلي الزيتونة كرمشت كده من الملح، شفطت المية والمرار اللي فيها. وبصوا شكل الزيتونة بقى عامل ازاي اهو. تقدري ان انتي تفتحي الزيتون ده، تشقيه شق كده بالسكينة قبل ما تعملي المرحلة دي، مفيش مشكلة. لو انتي عايزاه يسرع اكتر، اسرع اكتر من الخطوة اللي انا عملتها كمان. لكن لو مش عايزاه يسرع هتقدر تحطيه مش مفتوح، حسب الخطوة. عايزاه مخلل سريع، في اقل من اسبوعين 3 شهر بالكتير تاكلي منه. اهو هبدأ كده خلاص. صفيت الزيتون من المية ونقعته في مية لمدة ساعة. نقعته في مية بس من غير اي حاجة، بس عشان ايه الزيتون يرجع ينفش كده تاني ويبقى حلو. جبت بقى كده برطمانات بقى. انا بحب اخلل الزيتون في برطمانات مش كبيرة، برطمانات اللي هي الكيلو بتاع المربى دي، الكيلو برطمانات او برطمانات المخللات اللي بتتباع. وبنبدأ كده نعقم البرطمان. طبعا بنغسله كويس وبنعقمه. طريقة التعقيم ان انتي بتشغلي مثلا عين البوتاجاز وتقربي كده برطمان من فوق، بيمتص كل الأبخرة اللي فيه واي روايح، وبيخلي البرطمان متعقم. بجيب بقى بملى البرطمانات بالزيتون، وباجي هنا بحط كمية الملح المناسبة للزيتون، بحيث ان هو بصوا زيت الزيتون ده حلو قوي. النوع ده جميل جدا، اسمه الفاخر. الزيتون ده الزيت ده حلو قوي، وعصر على البارد، وسعره معقول. لو تجيبوه بيدي الزيتون طعم حلو قوي. انا بحبه قوي في الاكلات وفي المخلل وكده، بيديني طعم حلو قوي. باخد كده يعني باخد حوالي يعني 3 4 معالق، معلقتين 3 على الوش الزيتون بس كده. وبعدها ببدأ ازود المية. ملحوظة ما تزوديش المية قوي في البرطمان، تمام، لانه بيملأ ويبدأ ان هو ينزل كل كمية المية دي. يعني انا كمان مليته شوية، يعتبر مليان قوي الزيتون. طبعا احنا قايلين ان هو فيه كرمشة كده، هيبدأ ينفش في المية وهينزل مية. وظبطت الملح وكل حاجة. وبعدين ببدأ ان انا بزود المية. حاول ان المية ما تملاش البرطمان كله. يعني انا المفروض كنت نقصت كمان من كمية الزيتون دي في برطمان تاني صغير، وبحيث ان هو اما المية تزيد ما يبقاش ان هو المية تنزل من البرطمان برا، لان نزل منه كمية مية. وطبعا بسيبه على الرخامة لحد لما يخلص خالص المية اللي بتنزل منه، وببدأ ان انا اشيله بعد كده في ضرفة المطبخ. اخر مرحلة بجيب الاسترتش راب كده زي ما انتم شايفين، وبحطه كده على الزيتون. معلش المقطع ده الكاميرا انا كنت فاكراها مصوراه، فطلع ان هي مصوره بالطول بدل العرض، فالمقطع مختفي شويه يعني. بس اكيد الفكره نفسها واصله لكم. انا بجيب الاسترتش راب وببدا اشده كده على البرطمان وبربطه كويس قوي وبغطا محكم الغلق، وببدا ان انا اقفله. يعني ايه، وما بفتحش بقى عليه تاني، تمام. انا فتحت عليه عشان لقيت الميه زادت، بدات ان انا انقص شويه من الميه، او بسيبه لحد ما بينزل الميه كلها. بس طبعا احنا حاطين زيت، فاحنا عشان زيت الزيتون ما نهدروش ما نحطش ميه نملى جامد قوي البرطمان بالزيتون والميه، تمام. يعني الزيتون ده كان عايز ينقص شويه من البرطمان، لانه بيزيد وبينفش بعد كده. لان احنا مرحله الكبس دي كنا ايه، منشفين الزيتون من الميه خالص ومن العصاره بتاعته.
ادي الزيتون اهو خلاص، بصوا شكله عامل ازاي. بسيبه كده لمدة اسبوعين 3 اسابيع، وببدأ افتح عليه وهتلاقيه بقى حلو قوي قوي وطعمه جميل. خصوصا لو انتي الزيتون واخد شق كده بالسكينة، فده هيبقى سريع جدا معاكي في التخليل. بصوا شكله بجد حلو قوي. وانا ادي شكله يا بنات، واسيبكم بقى اشوفكم في فيديو تاني جاي جديد، وانتظروا الفيديو اللي جاي جامد جدا، تخليل الزيتون الاسود هيعجبكم قوي. اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي، متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.